انا فاكر اللقطه لمحمد ابو تريكه. انا كزملكاوي مزعلاني. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو اول ما جاب جون في الزمالك قال لجمهور الزمالك هس في افريقيا. بعدها ابو تريكه يعمل اللي هو هتيجي عايزه تقول لي ايه؟ بصراحة. هتيجي تقول لي ايه؟ في دي المية. بتتقاس ازاي وانا مثلا عندي لعيب ناشئ بيهرب وبرجعه زي عبد القادر، وانا عندي مدير فني بيسيبني وبيهرب وبرجعه زي كابتن حسام البدري. بس الاهلي خطف جون من خطأ دفاعي كان واضح جدا وقدر يتوفق بيه. فمبروك يا سيدي. ممكن اقف عند نقطه الاهلي خطف جون دي. انا كابتن احمد عبد الرؤوف مدرب جامد قوي. طبعا. تمام. وانا كنت متابعه في المحله، ويعني لا مدرب كبير، بس انا حسيته مش مذاكر قوي الماتش. قول لي ليه؟ ليه؟ عشان سببين بقى مهمين قوي. ابو عمر جابر شايف اسطوره ولا لعيب جامد؟ لعيب كويس، لعيب جامد. مش اسطوره لا. رغم ان هو ابن النادي ابن النادي عادي، سابنا ومشي قبل كده عادي يعني. مالك. انا شايف ان سيف جعفر ماشي. لعيب صعب جدا ما يلعبش زمالك خالص. شايف ان احمد شريف من ضمن الصفقات الجديده برضو انا عندي تحفظ عليها بشكل كبير جدا جدا. تمام. ماشي. عمرو ناصر برضو من ضمن الصفقات الجديده برضو اللي عندي فيها تحفظ كبير جدا. شيكو بنزا برضو ما ينفعش انه يكون الوينج الشمال. احنا مشينا مصطفى شلبي ليه؟ انا بالنسبه لي اللي عمله زيزو سوري يعني هو في مجلس اداره بتاع الزمالك دلوقتي شايف ان هم المفروض يعملوا ايه، ومشكله الارض قبل ما اروح لحته تانية، يعني كذا حاجه تانية فنيه. المفروض هم يعملوا ايه؟ هم ما او انت عملوش رايك حاجه فيه؟ اصلا. هم عملوا ايه؟ يعني احنا خدنا شعارات بس. احنا تعبنا من كتر الشعارات. في رايي الوقت ان حد الحالي بشخصيه امير مرتضى وعلاقاته لا. يفرق مع الزمالك في الوقت قوي. الحالي اه. لا مش هيفرق. عارف ليه؟ طب لو هتختار اجمد لعيب في الزمالك اخر 5 سنين، سؤال لولبي ده. اه سؤال مجرم. اوكي. اخر 5 سنين اختار الاجمد انت لعيب في عايزني الزمالك. اقول زيزو يعني ولا ايه؟ اكيد لا. براحتك. لا مش هقول زيزو. مش مين هقول طيب؟ زيزو. انا اول مره هقولها يعني عندك انت يعني. انا في 2 شخصين انا مقدم فيهم بلاغ في مباحث الانترنت وما نزلتش عندي ولا نزلت بوستاتهم ولا اكونتاتهم الا لما يتم اخذ الاجراء. لكن لا انا مش ندمان على الرياكشن وهعمله تاني عادي. تحب اعمله دلوقتي؟ ازاي ابو ليه؟ تريكه مش اسطوره؟ برضه ارجع اقول لك يا قناعات براحتي يعني. انا شايف ان هو مش اسطوره. يا ملاك، يا بل عامل ايه؟ الحمد لله. منورني. ربنا يخليك يا بل. اول حاجه شكرا ان انت قبلت الدعوه دي وجيت. حبيبي شرف ليا والله. انت حبيبي كده كده، اي نعم ربنا انت يخليك. زملكاوي وبتاع وانت من عارف اولها ان انا كده. بهزر يلا معاك، بس على انا والله خير. العظيم بجد مبسوط جدا ان انت جيت لي المسافه دي كلها. حبيبي حاجه شرف لينا والله يا بل. فوق دماغي، وعايز اتكلم معاك بقى في حاجات كتير جدا تخص الزمالك وتخص الاهلي، بس لازم ابدا معاك بالماتش واقول لك هارد لك. انا عارف ان انت متضايق، كنا وانا عارف ان بنتكلم انت امبارح. مبسوط برضه. مبسوط جدا طبعا بصراحه. طبعا. احنا كنا بنتكلم انا وانت قبل الماتش والكلام ده، انا عارف ان انت متضايق، فقول لي انت كواحد زملكاوي بتحب الزمالك قوي، شفت الماتش ازاي؟ يعني خليني اقول لك ان يمكن عبد الرؤوف بدأ الماتش ممكن بتشكيله انا بشوفها غريبه شويه. ده بس انا عايز اقول حاجه بس ما يقللش خالص من فكره وجوده لان مدرب هو كبير. شخص مجتهد جدا طبعا. ومدرب كويس جدا. طبعا. ولكن يمكن ما توفقش في شويه اختيارات في الملعب. يعني مثلا انا بشوف ان ما كانش ينفع يبدأ بعمرو ناصر باي شكل من الاشكال. بشوف ان في لعيبه افضل في المكان دوت، خصوصا الفتره اللي فاتت عمرو ناصر كان بيبدا مباريات ما قدمش المستوى المطلوب اللي ممكن نبدا بيه ماتش ديربي، ماتش صعب جدا وماتش نهائي بطوله. سيف جعفر اللي انا يعني في مليون علامه استفهام مع احترامي طبعا لكل الشخصيات اللي هنتكلم عنها مع احترامي، بس انا بتكلم بشكل فني. سيف جعفر هو موجود في الزمالك ليه؟ ايه مقومات سيف جعفر ان هو يكون موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك؟ طبعا انا بصراحه علامات استفهام كبيره جدا. الزمالك قدم شوط اول يمكن تحت المتوسط بحبتين 3 يعني ضعيف جدا بصراحه من وجهه نظري. هو انا كنت شايف ان عبد الرؤوف يمكن يكون كان مقسم المباراه فكره ان احنا نطلع الشوط الاول يا جماعه 0-0 عرفنا نخطف هدف تمام، وكان هيعتمد على فكره التبديلات بقى اخوان بيزيرا مع سيف الجزيري مع عدي الدباغ وهكذا. بس الاهلي خطف جون من خطأ دفاعي كان واضح جدا وقدر يتوفق بيه. فمبروك يا سيدي. ممكن اقف عند نقطه الاهلي خطف جون دي. انا كابتن احمد عبد الرؤوف مدرب جامد قوي. طبعا. تمام. وانا كنت متابعه في المحله، ويعني لا مدرب كبير، بس انا حسيته مش مذاكر قوي الماتش. قول لي ليه؟ ليه؟ عشان سببين بقى مهمين قوي. اول سبب، انا واحد هلعب تحت الكوره وهعتمد على المرتدات،
فانا عشان اعتمد على المرتدات لازم العب بفيرود سريع. حتى لو انا مش عايز ابدا بسيف الجزيري، كان ممكن ابدا بشيكو بنزا قدام يسحب لي الفرقه لقدام، لان عمرو ناصر لعيب محطم، اللي هو بيبقى على طول واقف وشه الجون وظهره للجون التاني، بيعتمد على الكروسات اكتر وكده، ودي ما كانتش طريقه لعبك. دي اول نقطه. تاني نقطه، انت لو ركزت في جون بن شرقي هي بالظبط اللي اتعملت في ماتش سيراميكا. ده التكتيك بتاع الاهلي على فكره، اللي هو مستخدمه. ده اللي قاله احمد عبد الرؤوف على فكره. هو اللي قال كده؟ انا ما اعرفش والله ان هو قال كده. يعني اتقال ان هو كان مذاكر النقطه دي كويس جدا واتعملت. وانا عارف، انا عارف ان هو اتكلم مع اللعيبه قبل المباراه في النقطه دي، ونخلي بالنا بين الجاب اللي ما بين مثلا المدافع نازل ولا الجاب في الزمالك بين المدافع وبين الباك. لو ركزت كده، هو بص، هو اي فرقه في العالم عامه، مش اهلي وزمالك، اي فرقه في العالم بتتكلم في اوروبا، اي الهافات لما بتتحرك بتعمل مشكله في الدفاع أكيد. ده طبيعي. فهو معتمد ان بن شرقي يقوم نازل تمام، ويطلع في مكانه الديفندر اللي هو كان 8 لو بيلعب مثلا ديانج او زيزو اللي هو رقم 10 بيروح في مكانه ياخد الكوره. فبن شرقي عمل اتحرك، الونش اتضحك عليه، طلع ساب مكانه، زيزو استلم، بن شرقي سبرنت في ظهر محمد اسماعيل اللي واقف غلط، هو واقف وشه كده ولازم يبقى واقف كده، مش كبالك اتكلم فيها. اتعملت لبن شرقي تك جون. محمد اسماعيل انا مش عارف برضو ليه خد القرار دوت، يعني برضو كان قرار خاطئ من وجهه نظري. انا بحس ان هي اللي حصلت في سيراميكا برضو، بن شرقي نزل وزيزو طلع واتعملت وتريزيجيه جاب جون، فهي جمله واضحه الاهلي بيشتغل عليها كويس قوي. فانا حسيت ان هو كان ممكن يوقف القصه دي بطريقه تانية باللعب على المكان، ما ينفعش لعيب بحجم الونش. يمكن برضه عشان الوقت ضيق. انت بتتكلم ان هو راجل موجود من حوالي 10 ايام، يعني الراجل برضه معذور برضه في النقطه دي. انا فاهم، خصوصا ان هو دخل على مباريات صعبه جدا جدا. سيبك من مباراه الجيش، مع احترامي طبعا لنادي الجيش، ولكن مباراه بيراميدز مباراه صعبه جدا جدا يا جماعه. مباراه صعبه جدا، صعبه، سكواد جامد. انت في المقابل انت بتشوف ان الزمالك لما واجه بيراميدز ما كانش ليها اي شكل على فكره في الملعب. أكيد. هو قدر يقفل كويس، قدر يلعب كويس، كان عنده ادواته على فكره برضو اللي كانت مناسبه. فكره وجود بنتايج قدام فتوح او العكس، دي كانت فكره كويسه جدا جدا، ولكن موضوع برضو اصابه بنتايج برضو كانت حاجه صعبه طبعا. وبالمناسبه برضو انا عارف ان بزيره كان بيلعب وهو مصاب، وعدي الدباغ برضو مصاب، عشان كده برضو ما نزلش. يمكن الادوات ما ساعدتوش، ولكن يعني هارد لك، وان شاء الله باذن الله نقدر. طيب نقطه مهمه، يعني انت الزمالك حاجه ناس كتير قوي حتى شيكابالا، او انا متاكد ان ده رايك او راي الزملكاويه كلها الجمهور، يعني ان الزمالك اكبر من لعيبه بتلعب دلوقتي كتير جدا. انت شايف ان في لعيبه موجوده لازم تمشي او لازم يجي ناس مكانها؟ لازم تقول اسماء ولا عادي جدا نقول اسماء. زي مين مثلا؟ يعني مين من التشكيله اللي بدات او اللي نزلت حاسس ان هو لا ده يعني لعيب كويس بس ما لعبش زمالك؟ انا شايف ان سيف جعفر ماشي، لعيب صعب جدا ما يلعبش زمالك خالص. شايف ان احمد شريف من ضمن الصفقات الجديده برضو انا عندي تحفظ عليها بشكل كبير جدا جدا. تمام. ماشي. عمرو ناصر برضو من ضمن الصفقات الجديده برضو اللي عندي فيها تحفظ كبير جدا. شيكو بنزا برضو ما ينفعش انه يكون الوينج الشمال. احنا مشينا مصطفى شلبي ليه؟ يعني مع احترامي، يعني مصطفى شلبي برضو هرجع اقول مصطفى شلبي برضو كمستوى هو اقل من الزمالك، ولكن احنا جبنا بقى اللي اقل من شلبي اللي هو اقل من الزمالك. احنا ما استفدناش حاجه. بص، الزمالك عنده سكواد متوسط تمام، ولكن جاب لعيبه حشو، اسمها لعيبه حشو. اوكي، تعالى نشوف كده مع بعض مين ابرز اللعيبه اللي موجوده في الزمالك. خوان بزيره، عبد الله السعيد من الصفقات الجديده مثلا. خوان بزيره اوكي. محمد اسماعيل، خوان بزيره برقم، محمد اسماعيل برضو برقم. أوكي. انا دفعت رقمين كبار في 2 لعيبه كبار فادوني، هم الاثنين الاساسيين اللي عندي من الصفقات الجديده. أوكي. تمام. الباقي كله لا. لاعب تاني جهاد مثلا، ماشي، لعب في الزمالك كم مباراه؟ 3-4 مباريات في موسمين ولا حاجه. ليه يعني موجود في الزمالك ليه؟ بياخد مرتب ليه؟ انا برضو هرجع اقول مع احترامي لكل اللعيبه اوكي، ولكن ده موجود يعمل ايه اذا كان احنا مش مستفيد بيه؟ لازم الزمالك لو مش هيفور واللعيبه دي كلها ما تكونش موجوده، لا يا جماعه يبقى احنا هنطلع كده مهذبين، حد مجلس اداره يطلع يقول يا جماعه احنا مش هننافس، احنا مش عايزين ننافس، احنا جايين عشان نعمل تأدية واجب بس مش اكتر. يطلع يصارح الجمهور يا جماعه ان اللعيبه دي ما تنفعش تشيل اسم الزمالك ولا دلوقتي ولا بعدين. خلي بالك اللعيبه دي عامله اكتر من اللي عليها، خد بالك، مقارنه مع الاهلي وبيراميدز بالسكوادات دي عامله اكتر من اللي عليها كمستوى فني، لان ده مستواهم. خد بالك انا مش بقلل منهم، ده مستواهم، هم كده. لكن الفيصل في الموضوع كله ان جمهور الزمالك موجود في المدرج. لولا احنا دلوقتي فرق بيننا وبين الاهلي نقطه،
10 نقط مثلا، والاهلي وقع كتير، خلي بالك محدش كان متوقع ان الاهلي يقع كل ده. اوكي، بالسكواد القوي جدا اللي عنده. فاللي مفوق الفرقه لحد دلوقتي اللي بكلمك فيه دلوقتي ده جمهور الزمالك في المدرج بس. غير كده لا، الفرقه دي ما تنافسش اصلا. انت اصلا شايف كده ان انت ما تنافسش بالمنظر ده، بالمنظر ده لا ما تنافسش. وده على فكره بالمناسبه ده يتحمله مجلس اداره الزمالك مع جون ادوارد، ان هم شايفين ان هي دي طموحات نادي الزمالك، هي طموحات جماهير نادي الزمالك، يبقى بيهزروا. لا طبعا طموحات نادي الزمالك ده ان انا كطموح نادي الزمالك افضل دايما بنافس، افضل دايما. لكن كل الناس تطلع تقول لي الزمالك يحاول ياخد المركز، يحاول ياخد المركز الثاني. لو وصلنا للدرجه دي لا يا جماعه انتوا بتهزروا. الزمالك طول عمره لازم يكون منافس. جمهور الزمالك جمهور كبير، ما ينفعش ان يبقى هي دي طموحاتي ولا انت تصور لي ان دي طموحاتي عشان ارضى بقليلي زي ما بيقولوا. طب انت شايف ان هم احمد عبد الرؤوف يكمل ولا يجيبوا مدرب اجنبي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ انا اتمنى ايه؟ اتمنى مدير فني اجنبي طبعا. اوكي، ولكن في الظروف اللي عايشها نادي الزمالك هيكمل احمد عبد الرؤوف، هيكمل عشان الظروف والماديات وبالمناسبه من ضمن ابرز الاسماء المصريه اللي موجوده على الساحه، لان انا اتكلمت مع اكتر من لاعب في فتره عبد الرؤوف الاولى لما كان مساعد، بيقولوا ان الراجل عنده فكر، راجل كويس في المحله كان جامد جدا. راجل عنده فكر كوره وعنده فكر ومجتهد انت فاهم، مجتهد بالظبط كده. ونفس الايدنتيتي بتاع الزمالك بتاع لعب الكوره يعني انت فاهم قصدي يعني نفس الفكره. فهي الفكره ان انا ظروف الزمالك بتحتم ان هو يكمل، ولكن انا كتمني اكيد طبعا بتمنى مدير فني اجنبي بسي في كويس. لو مش السي في بتاعه قوي يكمل عبد الرؤوف، ما يجيبوش مدير فني اجنبي. لو هتجيب لي مدير فني عنده 20 سنه عشان يجرب فيا لا ما تجيبوش. جرب فرقه في نص الجدول. اصل انت جايب لي فريرة تقول لي انا ببني مشروع اللي تبنيه. لا ما فيش الكلام ده طبعا، اكيد مشكله كبيره جدا. انا مش بتكلم على اشخاص، انا بتكلم ان كمشروع كامل. فريرة واصل مرتبه صغير، ما هو عمل معانا ايه؟ مرتبه صغير عمل ايه؟ خد ايه؟ عملنا معاه ايه؟ ولا حتى لعبنا كوره. ما لعبناش كوره غير الماتش المصري عشان اتوفقنا بس في كم الفرص ووصلنا وبس. في ماتش ثاني عمل الزمالك كويس غير المصري؟ لا يعني انا بحس ان يعني الزمالك السنه دي حتى عارف انت حلول فرديه قوي. واحد النهارده فايق، فاهم، بيزيرا فايق النهارده. انا ما ينفعش اكون معتمد على حاله لعيبه، على فوقان ناصر ماهر. ما ينفعش، انا ما اقفش هنا خالص. انا كده عندي مشكله كبيره. طب بمناسبه ناصر ماهر، معلش بما انك قلت ناصر، انا بحب لعيب، بشوفه لعيب جامد جدا جدا كويس. انت شايف ان الستوري اللي حطها، اولا سؤال يعني، انت شايف ان هو كان يستاهل يروح المنتخب ولا لا؟ وشايف ان الستوري اللي حطها يعني تشتيته ان هو ما راحش المنتخب اثر عليه في الماتش ولا لا؟ مبدئيا ناصر ماهر مركزه في الملعب لاعب رقم 10 غلط، بيلعبوا غلط عظيم كده. يعني خلينا نقول ان هو مركزه رقم 10. حلو. مين في مصر زي ناصر ماهر في المكان ده على الاقل اخر فتره؟ امام فين امام؟ انت بتتكلم انه اخر فتره اللي هي اخر فتره خليني اقول لك اللي منضمين للمنتخب. لا ما حدش رقم 10 ما فيش حد زي ما فيش حد صح كده. اذا يبقى مليون علامه استفهام ان هو ما راحش المنتخب. دي حقيقه فعلا. اوكي. طبعا انا مع انضمام المنتخب. الراجل اجتهد اخر كام مباراه وعمل شغل كويس، وانا كمان بصراحه انا بقول لك لازم يروح صح كده. طيب نيجي للنقطه الثانيه، ان هو شغل باله بقى. ما هو ياسر ابراهيم وكوكا ما راحوش بس قافل على نفسه. انا وجهه نظري انا عندي ماتش ممكن اسالك سؤال؟ ماشي. ايش عرفك ان هو شغل باله؟ عشان الستوري طبعا، ما هو حقه يغضب، هو مش بني ادم طبعا. بس حط ضغط على نفسه. انا شخصيا انتقدت الموضوع وقلت اعمل اللي عليك في مباراه الديربي وبعدها هيحلها الحل. لعبك اللي يرد. اوكي. ناصر في المباراه خليني اقول لك ما كانش سيء لدرجه اللي احنا نقول ايه ده انت كنت حاطط كل تركيزك في اكيد مش ناصر. شايف ان مركزه لا ثواني ما هو مش ناصر ومش عمرو ومش فتوح ومش اي حد في الزمالك ومش عبد الله. ده اللي كان سيء جدا في مباراه الديربي. تمام. يبقى احنا كده مش هناخد ناصر كحاله فرديه، لا. اغلب 80% من لعيبه الزمالك كلها كان عندها 80% ايه، هو ما فيش لاعب كان بارز بالنسبه لي. مفيش حد في مباراه يمكن محمد شحاته اللي كان شويه كويس والكره معاكم بس الكره مع الزمالك كان غير كده لا ما كانش في حد. يبقى اذا ما اعتمدش على ناصر ماهر فكره ان هو عمل المباراه يمكن سيئه في ان هو ما كانش مركز. لا على فكره ده طبيعه ناصر ماهر، 3 مباريات كويس 3 مباريات هو كده. هو كحاله مزاجيه هو خلاص كده. طب انت من الناس اللي بتشوف ان الزمالك مظلوم في كل حاجه؟ يعني في جمهور زمالك يقول لك احنا مظلومين والدنيا كلها جايه علينا واتحاد وحكام ودي وفي ناس يقول لك لا احنا اللي ظالمين نفسنا، مشكله عندنا احنا. انت وجهه نظرك ايه في القصه دي؟ انت اصل انت عممتها لي شويه. مظلوم في كل حاجه. اوكي. تعالى نرتبها سوا. رتبها. اوكي. انا قلت الكلام ده قبل كده وخليني اعيده معاك تاني معلش. حلو. اوكي. انت بتصور لي
انت كمنظم للبطوله، انا لو مش مظلوم انت بتاكد لي ان انت مظلوم، ان انا مظلوم يعني. ازاي؟ خليني اقول لك ازاي. ماشي. عدم العدل في بعض القرارات بيخليني انا اصور لنفسي ان انا مظلوم، وانا مظلوم فعلا. تمام؟ حتى لو قرارات دي انت شايفها يعني قرارات فرديه، اصل الكلام ده كله ماليش دعوه بيه. تعالى بس ناخدهم حته حته مع بعض. اوكي؟ الزمالك من بدايه حتى في قصه العقوبات مظلوم. زي ايه مثلا؟ ناخدها مع بعض حته حته. انا عارف هتقول ايه. امام كويس ان انت عاشور، عارف. شيكابالا مثلا شيكابالا وغيره وغيره وغيره. حسين الشحات. ما هو شيكابالا ده سوء سلوك يا جماعه. صح ولا انا غلطان؟ صح. مش سوء سلوك. صح. خد كام مباراه؟ خد 8. اوكي. صح؟ امام عاشور مش سوء سلوك. خد 8. بالمناسبه كان في غرفه مغلقه، ملوش ان هو يتحاسب. بتصوير موبايل ملوش ان هو يتحاسب، بس خد كام مباراه؟ 8. كانت سوء سلوك صح؟ طب وحسين الشحات كانت سوء سلوك، خد كام مباراه؟ 2. ليه؟ ماشي انا معاك في دي. طب اوكي خلاص، لا هنعمل سكيب، بلاش دي. لا بس انا سيبني ارد على النقطه ماشي. دي. انا معاك في دي. ماشي. يعني انا كواحد اهلاوي وبحب حسين شحات قوي على فكره. ماشي. هو شخص محترم على المستوى الشخصي. جامد. لا ولعيب جامد جدا. أوكي. ماشي. انا معاك في دي، بس انا في حاجه ما اقدرش افيدك فيها، اللي هي ايه؟ البنود اللي بتبقى محطوطه قبل ما اللعيب يعمل الفعل. بنود ايه؟ بتاعت سوء السلوك. احنا هنهزر؟ والله ممكن. لا ثواني، انت كده بتهزر. لا ثواني بس. ماشي. انت عايز تفهمني ان حد شتم سوء سلوك حلو. وحد ضرب وشتم ده سوء سلوك اقل؟ هنهزر؟ لا هو مش سوء سلوك اقل. صح كده؟ صراحه ده اكتر. عشان احنا قلنا ان ده تعدي بالضرب، ولكن قلنا سوء سلوك. حلو. خلاص كده؟ طيب اوكي، دي نقطه. ماشي. نقطه ثانيه مثلا سريعا يعني. ماشي. محمد الشناوي لما خد 4 مباريات، ليه لما صحينا الصبح لقيناه مباراه؟ قال لك عشان المنتخب، عشان مصلحه المنتخب. طب مصلحه المنتخب دي انك تلغي معسكرات عشان خاطر الاهلي؟ هي دي مصلحه المنتخب؟ لا انا كنت ضد القرار ده اصلا. اوكي، يعني احنا هنا بنتكلم اهو. انت رجعت عقوبه احمد الشناوي انها مباراه عشان المنتخب، صح كده؟ طب اوكي، وبتلغي معسكرات منتخب عشان الاهلي، يبقى فين مصلحه المنتخب؟ يبقى ما تجيش تضحك عليا كده، في نقطه غلط. اوكي، ادي قصه العقوبات. انا كان ممكن اديك امثله كتير، بس في قصه العقوبات كده في مشكله. قصه ال6 نقط دي فيها مشكله كبيره جدا. اصل عذر قهري ايه يا جماعه الكلام ده؟ انا مالي بعذر قهري مش عذر قهري. انت مشكلتك مع اتحاد الكوره. انا كزمالك اخد حقي. 6 نقط الطبيعي جدا. اصل المحكمه الرياضيه، ما احنا مستنيين مع المحكمه الرياضيه اهو. ايه اللي حصل؟ انت دلوقتي عايز حكام اجانب وانا حكام مصريين. انا قلت حاضر. دي بقى اختلف معاك فيها. انا هقول لك اهو، انا قلت حاضر لاتحاد الكوره. قلت حاضر، هعمل ايه؟ رحت الماتش. انت اللي ما جيتش، يبقى ناخد 6 نقط. يعني اخد 3 وتخصم منك 3. ده الطبيعي اللي حصل معايا يا جماعه. ماشي، بس انا دي بقى النقطه دي اختلف معاك فيها. أوكي. لان هي دي بقى بتثبت لك النقطه اللي انا بقول لك عليها. ماشي. الاداره القانونيه بتاعه الاهلي كانت الموضوع متحدد ان هو لازم حكم اجنبي، وهم اوريدي قدموا ده. فهو ده حقي كاهلي. خلصت كلامك؟ حقي كاهلي. خلصت كلامك؟ خلصت. مفيش اتحاد كوره بيعرف يواجه الاهلي عشان الاهلي جامد مثلا. دي الكلمه اللي بتقال. طيب ماشي. هو اديك مثال على فكره. اديك مثال. طب الزمالك جامد في حاجات كتير. اديك مثال. ماشي. في الثمانينات لما الاهلي انسحب قدام الترسانه وما جاش الماتش، ايه اللي حصل؟ لما اتطبق عليه العقوبه اتخصم منه 6 بونت، رئيس اتحاد الكوره ايه اللي حصل له؟ مشي. مشي. انت بتهزر ولا ايه؟ تطبق العقوبه على الاهلي ليه يا جماعه؟ ما هي كوره. ليه ما طبقش العقوبه على الاهلي؟ طبقها على الاهلي والزمالك. انا كزملكاوي طبق على العقوبه يا سيدي. طبق العقوبه على الاهلي والزمالك وغيره وغيره، عشان يبقى في عدل، عشان يبقى في كوره، عشان يبقى في منتخب قوي. احنا فين؟ والدول العربيه بدات تبقى فين؟ احنا رواد كره القدم في افريقيا كلها. احنا بننزل وهما بيطلعوا. المغرب فين دلوقتي؟ الانديه الافريقيه عدتنا. السنغال فين؟ كوت ديفوار. الناس دي بدات تعدينا يا جماعه، واحنا رواد كره القدم عشان مفيش عدل. مفيش عدل هنا. يعني انا هنا مش بقول لك اتحاد الكوره بس، هنا بقول لك حتى ارهاب، تحكيم ترهب التحكيم، معلقين ترهب. ده انا بقول لك معلقين بترهب المعلقين. معلق يطلع يقول لك الدوري في متعوبه، قعد في بيت 5 سنين. ما هو كان في متعوبه، ولا هو كان فين؟ ما هو كان في متعوبه فعلا. مش كان الزمالك واخد الدوري؟ اشمعنى بعد دي مشي؟ خلاص انا عندي نظريه مؤامره، اشمعنى بعد دي مشي؟ اوكي، طب بلاش معلقين، مقدمين برامج. مقدم برامج محترم ومعروف جدا يطلع يقول النادي الاهلي عنده 2 بيدفع ل2 مديرين فنيين مرتب وما ينفعش وعيب والكلام ده كله. هو ايه الغلط؟ ما ده كان بيحصل فعلا. تحولوا التحقيق ويحصل له مشاكل. يا جماعه في ايه؟ يا جماعه مش كده، يا جماعه مش معقول. وتحكيم تحكيم لما نزل بيان على حكم او ارفض وجود حكم، خلاص ما يكونش موجود الا لو مباراه كده بالحب. تمام كده اهو. تعالى بقى قول لي، الزمالك اشتكى مين عمر كام مره؟ كتير. ده اكتر ما بنشرب ميه مثلا. تمام كده اهوت. اتحاد الكوره يقول لك من عينيا،
بكره مفيش امين عمر، بس بعد بكره فيه. ده ايه ده؟ ما تطبق يا باشا على كله. طيب ممكن اقول لك حاجه في النقطه دي؟ طول. انا متفق معاك في حاجات كتير، تمام، ماشي، بس انا في حاجه تانية، حاجتين خلاص من وجهه نظري يعني. اول حاجه ان الزمالك عنده مشاكل داخليه الاول، انا معاك في دي برضو، ده رايي، انا معاك في دي. عنده مشاكل داخليه الاول، فضعف يعني ما هو المشاكل الداخليه دي بتخليك تبقى ضعيف، عكس الاهلي ما عندوش مشاكل داخليه زي الزمالك، او عنده بس مقفوله، عكس الزمالك اللي انت فاهم قصدي، اللي المشاكل فيه بتبقى على طول باينه. طب ما اديني حقي، انا حتى لو عندي مشاكل جوه اديني حق انت كمنظومه. ماشي حلو، بس وبعد كده سيبني انا في مشاكلي. نقطه تانية في حته التحكيم، اصل انا بلعب كوره بقالي كتير جدا، ماشي، والله العظيم انا بقول لك الحكام بتحكم للاهلي وبيحكموا للزمالك. انا بقول لك ميدو اتفق معاك. طب انا هقول لك على حاجه، بس عندي تعليق. ماشي، ما انا هقول لك حاجه، ميدو اللي هو ايقونه في الزمالك جامده جدا، وانا كاهلاوي انا بحبه جدا، وعلى طول بقول ميدو ده اللي حببني في التحليل، وبص بموت فيه. هو بنفسه طلع قال انا كنت مدرب الزمالك بمسك الحكم بابا ستيفو تيتو وامك وابوكو بتاع ولا اي حاجه، اروح امسك دجله ولا المقصه ابص له بس بصه وحشه طرد ايقاف ماتشين. عظيم. يبقى الزمالك اهو كحكم كفي حكام تمام، ليه كريدت عند الحكام، او ليه هيبه بتاعت الحكام. خلصت كلامك؟ ببص لها. خلصت كلامك. اعلق بقى. الزمالك بيتجامل، الاهلي بيتجامل، عظيم، الاثنين بيتجاملوا، مش ده اللي عايز يتسمع؟ ماشي. اوكي، الاهلي بيتجامل امتى والزمالك بيتجامل امتى؟ الاهلي بيتجامل في الوقت اللي هو عايز يتجامل فيه، اللي هو محتاج ان هو يتجامل فيه. الزمالك بيتجامل، اسمعني بس ما انا هقول لك اهو. الزمالك بيتجامل في الوقت اللي هو اصلا مش محتاج مجامله، هو كده كده خلاص. يعني مثلا حسم المركز الثالث، حسم المركز الثاني، خلاص مش فارق. يعني مثلا خليني اقول لك على حاجه، مباريات بيراميدز الفاصله تقريبا الموسم اللي فات، الزمالك ده من سنتين خدتوا الدوري كله ضربات جزاء لزيزو. لا ثواني بس، ضربات بيقع في نص الملعب بيلين، ثواني بس، خدتوا بيه دوري نص الملعب بيلين. لا يعني ببالغ، بس كان في ضربات كتيره قوي كانت في علامات استفهام. السنه اللي قبل اللي فاتت كانت في علامات استفهام. تتكلم بجد؟ ضربات جزاء بجد كان فيها كتير قوي علامات استفهام. لا انا مش معاك في دي، هنختلف في دي. ماشي يعني وجهات نظر. تمام، قول. طيب يعني دلوقتي مثلا مباراه الاهلي وبيراميدز الفيصليه، انا هاجي في اللي انت هتقول، انا عارف هتقول ايه، بس خلينا نكمل وهسمعك اللي انت عايز تقول. اوكي، يعني على سبيل المثال ضربه جزاء حسين الشحات، ايه رايك فيها؟ ضربه جزاء حسين الشحات مع محمد حمدي، لما حسين الشحات حط رجليه في بطن محمد حمدي وخد ضربه جزاء. كانت ضربه جزاء فيها ازاي فيها وفيها اذا كان اللعيب اصلا بعيد عنه خالص، راح هو حط رجليه عشان يعدي، يعني عشان ياخد ضربه جزاء. دي مش ضربه جزاء على سبيل المثال. وفي اكتر من خطا في المباريات دي، في المباريات الفاصله. فهتيجي تقول لي ايه انت ذكي قوي يعني، ده تحكيم اجنبي صح كده؟ او التحكيم الاجنبي ممكن يعمل كده عادي جدا، التحكيم الاجنبي ممكن يعمل كده. طب ما هو التحكيم الاجنبي ده نفسه اللي خلى الاهلي يكسب الترجي هنا 3 بتحكيم مش مصري. عادي، الموضوع عادي، الموضوع ممكن يتصور للحكم نفسه ان قد ايه المباراه صعب عليك انت كبين النادي جماهيري الاول في افريقيا مثلا، اوكي، ونادي. على فكره التحكيم بيترهب من اكيد، صح ولا لا؟ اكيد، ده في الدرجه الثالثه لو فرقه عندها شويه جمهور بيخافوا فانا جايبك كحكم ومصور لك ان ده فريق قوي جدا جماهيريا يعني وغيره ونفوذ وغيره. نادي جديد ما عندوش 10 مشجعين، انت فاهم؟ لا وعلى مر السنين بتاع الدوري دي الاهلي بيتجامل والزمالك بيتجامل، والله انا معاك والله، بس الزمالك بيتجامل في وقت هو مش محتاجه. طب هقول لك على حاجه حلوه، يعني افتكر لي كده في موسم الزمالك اتجامل له مرتين كده، اديني لقطه فكر لي فيها، قول لي حاجتين بس، سنه كذا حصل كذا وكذا في السنه دي والزمالك خد الدوري. لا اصل انا هقول لك، انا حته المجاملات دي والله ولا بركز فيها، ولا الاهلي ولا الزمالك. عظيم. لان انا بحب الكوره، يعني ما بحبش اقعد اقول ده الزمالك اتجامل، ده الاهلي اتجامل، ده الحكم مش عارف ايه، انت فاهم قصدي؟ انا هنا اصل اكيد الاهلي مش واخد 45 دوري ظلم. لا انا ما قلتش كده تماما والله. لا انا بقول عامه، وخلي بالك اللي انا بقوله ده مش ذنب الاهلي قوي بالظبط، الاهلي قوي بالظبط، المنظومه اللي ضعيفه. انا معاك، متفق معاك 300%. عظيم كده 300%. بس انا ما باخدش حقي، انا هنا مش يا جماعه، بس انا باص لكم اهو، انا مش بتكلم على الاهلي عشان عارف اللي هيتكتب ولا هيتقال في الكومنتات. يا جماعه انا بتكلم على المنظومه الضعيفه اللي مش قادره تديني حقي، هو ده عيب؟ لا حقك. وعلى فكره بالمناسبه مش بتكلم في اتحاد الكوره كمطلق ولا اتحاد الكوره بس، بتكلم على مر السنين اللي فاتت دي او من بدايه تشجيع الكوره في مشاكل يا جماعه، في مشاكل يعني مع احترامنا برضو اتحاد الكوره الحالي والتحكيم وكل الناس اتكلمنا عنها، لكن انا بتكلم
في واقع. يعني مثلا انا اشتكيت من امين عمر، يا عم ما تركنه، حتى الراجل ما ينزلش مضغوط المباراه اللي بعدها. امين عمر ليه بوستات قديمه مثلا مكتوب ان هو التراس اهلاوي مثلا. لا والله ده بجد. والله انا اول مره اعرف الحوار ده. لا ليه والله بجد. لا هو ليه التراس اهلاوي مكتوب يا التراس اهلاوي. لا والله بوستات قديمه جدا اتقفشت الناس ما بتحلش، اتلحقت يا باشا. انت فاهم قصدي. اذا فانت هنا بتنزله مضغوط، طب ليه بقى من اول بقى؟ ايه لازمتها؟ ما تطبق العدل. اقول لك على حاجه، لما اقول لك ما تجيبليش حكم هاتهولي، ولما الاهلي يقول لك ما تجيبليش حكم هاتهوله، بس تبقى قصدك تبقى ماشي هنا وهنا. انت تمشي على مزاج الانديه، مش انت اللي بتمشي المسابقه. لا انا بشوف ان الانديه، لا انا كده كاتحاد انا بحط قرار، بحط حكام، بحط جدول من اول السنه، لجنه مسابقات مش عارف ايه، اللعيبه الانديه كلها المفروض تمشي عليه. هي دي المشكله، ده بدايه النجاح المفروض يعني. ما بقول لك هي دي المشكله. طب انا قبل ما اروح معاك لحته تانية، وفي كام حته مهمه كده عايز اتكلم معاك فيها، عايز اتكلم معاك في رايك ايه في مجلس اداره بتاع الزمالك دلوقتي، شايف ان هم المفروض يعملوا ايه، ومشكله الارض، قبل ما اروح لحته تانية يعني كذا حاجه تانية فنيه المفروض هم يعملوا ايه. او انت رايك ايه؟ هم عملوا ايه؟ يعني احنا خدنا شعارات بس، احنا تعبنا من كتر الشعارات. كان لنا شعارات لحد الصبح، احنا والمركب لو كانت مخرومه احنا هنعرف نمشي بيها، مشينا بيها ما مشيناش بيها. طيب اوكي، هنوريهم ان الزمالك نادي الرجوله. فين الشعارات دي كلها راحت فين؟ يعني انا مش فاهم دلوقتي انت عملت ايه في كل الملفات. مش بتكلم عن ملف واحد بس، في كل الملفات. ملف كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد. ده كرة اليد الأهلي قرب يوصل لبطولات الزمالك كمان. دي مصيبة، دي كبيرة جدا. دايما كرة اليد الزمالك الرائد فوق قوي، وده برضه ببطولات زي ما انت بتقول لي الأهلي فوق قوي في كرة القدم. لا يا جماعة احنا كده بنقع، احنا كده بنغرق. انتوا فين؟ احنا كده بنغرق بقى بجد. يلا مشي لي السفينة. ومش هينفع في كل أزمة تصدر لي حد. أزمة زيزو تصدر لي ميدو، أزمة الكورة تصدر لي جون إدوارد. لا ما عادي، ما أنا هنتقد جون إدوارد وهنتقد ميدو. احنا ما عندناش حد فوق الزمالك يا جماعة. لو مش تشتغلوا صح والله ما عيب، هنحترمكم جدا. لو قلت احنا مش قدها والله نحترمهم. هتيجي بتقول لي يعلنوا استقالتهم وانت بتعاني من فكرة رحيل مجالس الإدارات. طب انا هعمل ايه؟ طيب هعمل ايه وقت ما جالي مجلس اداره جماهيري والجمهور كله كان وانا واحد من الناس اللي بتشتم لحد النهارده؟ مش انت اللي دعمتهم؟ والله دعمتهم. عايزين ندعم مين طيب؟ مين كان نزل قدامهم ادعمه؟ طيب احنا خلاص خدنا بقى مجلس جماهيري واحنا وراكم، بس انتوا كده في مليون علامه استفهام. وخلي بالك فكره ان انت ما تصدرش المشهد وتجيب لي ناس تتصدر المشهد كده، انت عامل نفسك مش واخد بالك. لا بس جمهور الزمالك جمهور واعي. جمهور الزمالك ما بيفهمش كوره ما كانش شجع الزمالك. جمهور فاهم كويس جدا وعارف يعني ايه مجلس اداره ودور مجلس اداره. تجيب لي مدير رياضي على عيننا وعلى راسنا، مديله كام عشان يجيب لعيبه؟ مديله كام عشان يسدد مستحقات؟ هو الراجل هيدفع من جيبه؟ مش هو حلقه الوصل بين اللعيبه ومجلس الاداره؟ طبعا. اديله يا باشا فلوس خليه يخلص. وعلى فكره برضه بنتقد جون ادوارد، هتقول لي ما هو مش بياخد فلوس. اطلع يا باشا واتكلم. موضوع الصمت ده مش نافع معانا. اطلع قول انا مش معايا فلوس، ما بيدونيش فلوس، هتصرف ازاي؟ لكن صمتك ده لا، يبقى انت كده يا باشا، يبقى انت كده معاهم. يبقى انت كده معاهم، انت معاهم في نفس القفه زي ما بيقولوا كده اهو. هننتقد وهنتكلم عليك لحد الصبح، ما عندناش حد فوق الزمالك. شبعنا بيانات 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 بيانات، مجلس الاداره مش عايزين كده، عايزين شغل. سيبك من بجد، احنا عندنا لعيبه حشو، لعيبه مع احترامنا بقى لغزل المحله وغيره ما يلعبوش في غزل المحله وما يلعبوش في انديه بتنافس على الهبوط. يا جماعه احنا ما بنهزرش يا جماعه. الزمالك انتوا عايزين تصوروا لنا ان خلاص الزمالك مش هيبقى منافس تاني، مش هينافس تاني بعد كده؟ طب قولوا لنا عادي. احلى حاجه ان انا جبتك بعد خساره الزمالك على طول عادي عشان اخد بص لا انا على فكره بقوله من بدري الكلام ده، بس انت جاي محروق قوي والله العظيم. انا سايبك تطلع على فكره. يعني انا يعني انا بعد الاكل والشرب زمالك. انا مجنون زمالك. انا في كل مباراه للزمالك لازم اكون في الزمالك، والمباراه الجايه للزمالك في المدرج، كل مباراه في الزمالك. ما انا دوري كمشجع هروح اسامي. والله الزمالك ده احلى حاجه فيه بجد جماهيره. طيب هروح والله العظيم بكلمك بجد، ده دوري صح كده. مش دوري اعمل اكتر من كده.
لازم اكون موجود ورا الزمالك. لو جمهور الزمالك مش موجود الزمالك هيعمل ايه؟ ده خلاص خلصت. ده هو اصلا هم بيلعبوا بسبب جمهور بالظبط ده خلصت. في رايي على فكره. وعلى فكره اللعيبه اغلب اللعيبه بتلعب بسبب الجمهور فعلا. بسبب اغلب اللعيبه ما الجمهور. بتاخدش فلوس، بس اه هم بيجوا عشان خاطر الجماهير وبيلعبوا عشان خاطر الجماهير. أيوة. مش قادر احاسبهم يا راجل، مش قادر انتقدهم، مش واخدين فلوسهم. بيقول لك ايه؟ تم صرف المستحقات. لا لا لا، الجمله غلط. تم صرف جزء من المستحقات، قولها كده. مم. لكن مستحقاتهم كامله ما اتصرفتش. مم. معلش، ما لو فيهم واحد زملكاوي، إيه؟ لا عندنا كام لعيب؟ 20 30 لعيب، 25 لعيب، منهم كام واحد زملكاوي بيحب الزمالك وغيره وغيره؟ 10. والباقي كله موظف، اديله فلوس عشان يشتغل. محترف. مش هيديني فلوس مش هشتغل. هنزل صباح الفل يعني. طب اروح معاك لحته تانية فنيه سيكا كده. جزئين. زيزو شايفه ازاي في الاهلي مختلف عن الزمالك؟ تمام. وايه رايك في الموقف بتاع ان هو ما سلمش على هشام نصر بعد الماتش؟ زيزو مختلف عن الزمالك ازاي؟ في ايه يعني؟ ايه يعني هو في الاهلي مختلف في ايه في الاهلي عن الزمالك؟ احسن اوحش؟ لعيب جوه المنظومه، لعيب توب جامد. هسألك سؤال. هسألك انت، معلش سؤال يعني. اسالني براحتك. انت شايف ان الفتره الموجود فيها زيزو في الاهلي دلوقتي افضل من فترته في الزمالك في اي فتره؟ انا اصلا وزيزو في الزمالك كنت بشوف ان هو يعني بالنسبه لي انا يعني لعيب جامد جدا بس مش خيالي يعني. اوكي، ده وجهه نظر انا من هو في الزمالك. وهو دلوقتي في الاهلي أوكي. وستيل عند رايي لعيب كويس جدا وملتزم وكل حاجه، بس عمري ما شفته اللعيب التوب اللي هو. انت زيزو ده يعني قبل مباراه القمه كان بيتهاجم، بيتشتم من جمهور الاهلي، اوكي، بعد ضربه الجزاء وغيره وغيره، وارقامه اللي هي انا شايف انها ارقام عاديه جدا. عاديه. لا، واقل من العاديه بالنسبه للرقم الفلوس اللي هو بياخدها. بس هو رايح ببلاش. انت بتتكلم على الفلوس اللي هو بياخدها. بياخد 5 مليون. بياخد 5. الله اعلم بقى. صح، ما مكتوب 5. مكتوب 5 صح كده. وتريزيجيه بياخد 5 وبن شرقي بياخد 5، صح؟ ما هو ده الكلام اللي بيزعل يا جماعه. اتحاد الكوره بيوثق عقد لاعب ب 5 مليون جنيه واحنا عارفين كله بياخد كام. ماشي مش موضوعنا. اوكي، خلينا نتكلم في الجزئيه الثانيه نتكلم عليها. ارقام زيزو، مسجل كام؟ 3 اهداف، 3 اسيست، نصهم 60% منهم في مباراه حرس الحدود تقريبا. فاركو جاب فاركو جاب جونين. يعني فرق. قصدك انه فرقه مش كبيره. أوكي. مش في بيراميدز. اوكي. ايه بقى اللي عمله زيزو خلاه مختلف في الاهلي؟ الاسيست اللي عمله لا، بقول لك على حاجه. هو مش فكره اسيست، هو حتى لو ما عملش اسيست هيطلعوه في مباراه امبارح ان هو اكتر لعيب رفع ركنيات. تميز. انا بقول لك بقى اعلامنا ماشي ازاي. بقى ما رفعش ركنيات، اوكي، اكتر لعيب نفذ فاولات، اكتر لعيب عمل باص صح. على فكره كان بيحصل معاك في الزمالك اكتر. لا مفيش الكلام ده. ايوه يا ملاك طبعا. طب اقول لك على حاجه. كنت بقعد اقول يا جماعه هقول لك على حاجه، بس هقول لك على حاجه. انا دلوقتي بكلمك في بيدجات معينه، اعلام معين مصور لي ان زيزو خلاص. انا شفت بيدج كبيره يعني تحت مسمى قناه معروفه جدا قال لك ان زيزو، بس مش امبارح يعني من قبل كام يوم. حلو. زيزو اكتر لعيب في الدوري المصري رفع ركنيات. طب ايه ما انا بسال بقى ايه المشكله؟ انت فاهم؟ وليد ممكن يرفع كورنر. كلنا بنرفع عادي. بيتر بيعرف يرفع. لا يعني سيبك من بيعرف يرفع. هو ايه الاحصائيه ان هو اكتر واحد يعني؟ ماشي ممكن نقول افضل واحد بيرفع. هي لازم. لا هي لازم يكون في اكتر. لازم يكون في اكتر. اوكي. فانا مش شايف ان زيزو مختلف او الواو، بس هو كان لازم. طب اقول لك حاجه حلوه. اول مباراه لامام اللي قدام الزمالك كان عامل مباراه قويه جدا يسال فيها نجم المباراه بالمناسبه يعني. خد نجم المباراه. تمام. اول مباراه لزيزو قدام الزمالك خد نجم المباراه على ما اتذكر. اول مباراه لبن شرقي في الزمالك خد نجم المباراه، اللي قطع من ورا عمر وجاب جول، خد نجم المباراه. اوكي. انا معاك في ان امام وبن شرقي مثلا عملوا، والله بتكلم شوف انا بكلمك كتير اهو، عملوا مباراه قويه جدا في اول مباراه ليهم. انا شايف ان زيزو امبارح عمل ماتش كويس. كان كويس طبعا، بس واو. لا كويس. الضجه اللي معموله دلوقتي دي كويس. لا انا مش شايف. انا بالنسبه لي انا نجم الماتش مروان عطيه. معاك. بالنسبه لي انا معاك ويالي ديانج. ماشي. ديانج عمل ماتش قوي جدا وزيزو كان جامد بصراحه. انت دلوقتي احنا واقفين في نقطه معينه. مين نجم المباراه من وجهه بالنسبه لي انا بقول لك مروان عطيه. اوكي. راجل حافظ على نص الملعب، بيقطع وبيلعب وجاب جون وبيعمل كل حاجه. خارج كلين شيت. اوكي. بلس كمان هو جايب جون عظيم. فلا يا جماعه معلش، احنا نديها اللي عامل اسيست عشان الصور تنزل بقى تغلب الدنيا. يا جماعه مش كده، هنهزر. زيزو عامل ماتش كويس، لكن ايه جو الكيد اللي احنا عايزينه ده؟ ماشي يا عم، مبروك عليك زيزو، عادي. ايه المشكله يعني؟ ارقامه ايه برضو؟ خلي بالك انت ما ينفعش تحكم على لعيب
اول 10 مباريات لسه ماشي لسه بس انا بقى في نقطه مختلف معاك فيها بصراحه. اتفضل. ان الحاجات اللي انا بالمناسبه متفق معاك فيها جدا، اللي هي بتاعه الكورونر الكذا لسه هي اللي كانت بتعجب جمهور الزمالك. ولما اقول له يا عم ده كورونر هو بيعرف يرفع، اعمل له ايه؟ يا عم ده ضربه جزاء هو بيعرف يشوط، اعمل له ايه؟ صحابي كلهم زملكاويه كلهم كانوا بيقولوا لي نفس الكلام ده. اكتر حاجه كانت معانا متفوق فيها كانت ضربات الجزاء، جه عندك بقى بيضيعها عادي يعني. ايوه القصه يعني. مش كده يعني. انا لو انت عايز تقول انا كنت نافخه ثواني بس، انت كنت عايز تقول لي مثلا ان انا نافخه ماشي ضربات الجزاء ما بيسجلهاش عندك، انت نافخه ليه؟ دي واحده ضاعت، واحده بقى دخل واحده قبل كده عادي يعني. والله حطها حلو، جت في العارضه. عظيم حطها حلو. ماشي، انت شايف انها حطها حلو عشان هو زيزو وانت اهلاوي؟ لا والله خالص والله. ليه ده انا عمال من الصبح اقول لك انا بشوف ان هو مش توب، لعيب جامد بس مش توب، وعلى طول على فكره بقول كده يعني. ما بغيرش كلامي لما راح من الزمالك للاهلي مش هطلع اقول لا ده اجمد لعيب في المجره، لا هو لعيب جامد وكويس وكل حاجه، بس بشوف ان هو مش بعيد خالص. ومين احسن لعيب في الاهلي في الوقت الحالي من وجهه نظرك حاليا ولا بكل اللي موجود؟ لا حاليا ما يعني اخر 10 مباريات بالنسبه لي انا مروان عطيه وتريزيجيه. في رايي انا كواليتي مختلف خالص عن كل دول يعني. طب زيزو مش فيهم ليه؟ لا ده رايي انا. انا بالنسبه لي انا ده رايي انا، عشان انت راجل بتتكلم كوره. انا بتكلم كوره. مروان عطيه وتريزيجيه. اوكي. ده على فكره بجد ده رايي الفني يعني. زيزو لا يعني في انا وصلت بيا ان في معلقين بدون ذكر اسماء لما زيزو بياخد الكوره ويبصيها الله يا زيزو بجد الله ايه عمل ايه يا جماعه؟ مش معقول عشان تكسب رضا ناس. لا اعمل اللي عليك مش ايه ده بجد. طب موقف هشام نصر شفته ازاي من وجهه نظرك؟ والله بص هقول لك على حاجه. موقف ان هو ما سلمش على هشام نصر اخلاقيا مش مظبوط، ما ينفعش. وفي نفس الوقت انت تيجي تكلمني تقول لي زيزو عقليه اوكي، فين العقليه ان انا ما اسلمش على اقول لك حاجه مش عضو مجلس اداره مثلا، اوكي، بس راجل سنا اكبر منك لاحترامه، انك تعدي وما تسلمش عليه دي ازمه. تعال اقول لك حاجه تانية. طيب اديك نفس المثال. اوكي، استاذ خالد مرتجي طبعا ليك كل الاحترام والتقدير، بموت فيه كده صح والله. ما انا بقول لك هو ليك كل الاحترام والتقدير. لما لاعبه فين لاعبه مش لاعبه ما رضتش تسلم عليه عمل ايه؟ مشكله وازمه وكلام، جمهور الاهلي قلب الدنيا ومشكله وحكايه صح؟ مش ده حصل؟ انا واحد من الناس ما قلتش بوم بقى واوعى بص، قلت غلط، عيب ده سنا بره الكوره، سنا ده كبير اكبر اوكي. فانت تعدي ما تسلمش. والاكبر من كده يا جماعه اللي واخد الكوره في اتجاه تاني خالص وصعب بجد، فكره ان كابتن هشام نصر يعني يقول الاستاذ خالد مرتجي يعني او يشتكي له، كانت باينه قوي. فالصبح كابتن خالد مرتجي ينزل الصور دي هو وزيزو ما بيسلمش عليه. ده معقول؟ يعني مع الاحترام كامل لكل الجهات اللي بنتكلم عنها ما كانش ينفع برضه. اكيد الاستاذ خالد مرتجي راجل برضه قيمه وقامه وعارف الكوره والدنيا تبقى ماشيه ازاي. المفروض اهدي فكره التعصب ده، خصوصا ان احنا بلدنا دلوقتي في حته تانية. بلدنا بدات انها تبقى بتخش مشاكل وبتحلها، مفيش حد بيجرؤ يعمل كده اهو. فعايزين نهدى شويه يا جماعه، نخف التعصب ده شويه. ما ينفعش يا استاذ خالد، مع احترامي ليك طبعا كشخصيه كويسه جدا، موضوع صور زيزو ديت اللي هو نزلها مثلا النهارده ما كانش موافق فيها شويه يعني شويه بس. طيب خلينا نطلع من حته زيزو دي نروح في حته تانية. بما انك يعني زملكاوي واكيد تحب شيكابالا، شفت القصه بتاعت شيكابالا ازاي لما قال كان في لعيبه قبل نهائي افريقيا بتشيش وكده؟ وبالمناسبه امير مرتضى بعدها يعني كان في انترفيو قال انا شفت ان ده غلط وده ما حصلش وكده. فانت شفت القصه دي ازاي من شيكابالا ككابتن فرقه وايقونه جامده جدا لكل الزملكاويه وكان لعيب جامد؟ شفت ان هو فعلا حتى لو ده حصل يعني ايفن اف ان ده حصل ينفع يطلع يقول كده؟ ولا شفت القصه دي ازاي كزملكاوي؟ هو ما فيش زملكاوي اصلا راضي على اللي اتقال اصلا، اوكي دي حاجه. وانا من ضمن الزملكاويه اللي مش راضي طبعا عن تصريحات شيكابالا. حتى التصريح اللي قاله ان لعيبه الزمالك او الزمالك هيلعب على المركز الثاني الموسم ده، حتى لو ده كلام واقعي وكلام مظبوط ما ينفعش اقول. انا كنت كابتن الفريق السنه اللي فاتت اوكي، لكن ده مش هيقلل حبي اكيد لشيكابالا يعني. وبرضو انا ليا علاقات كده مع بعض اللاعبين السابقين نادي الزمالك وسالتهم على الواقع برضو قالوا لي انها ما حصلتش، موضوع الشيشه ده ما حصلش. طب هو ليه بقى يقول كده؟ والله دي حاجه بتاعته انا ما اعرفهاش، ولكن انا ضد ولا مع؟ اكيد ضد. ولكن حصل ولا ما حصلش؟ انا لما سالت قال ما حصلش. وارد اللي قال لي ما حصلش بيكذب، وارد اوكي. وارد يبقى صح،
محدش عارف. ولكن انت بتسالني كرأي، لا طبعا انا مش مع الرأي ده خالص تماما طبعا، ان انا اطلع اقول حاجه زي كده وارجع اقول لك انا كنت السنه اللي فاتت كنت كابتن الفريق. ما لحقتش، ما ينفعش اقول حاجه زي كده. ولعيبه الزمالك كلها بتحبني، ولعيبه الزمالك كلها شايف ان انت كابتن الفريق وايقونه، فما ينفعش برضه اطلع في قناه واقول العب مركز. على فكره كلامه لحد ما واقعي، لان هو بيتكلم ان بيراميدز فين والاهلي فين، واحنا برضه سكوادنا يعني. بس انا بحسه بيتكلم من قلبه قوي. خلي بالك هو بحسه بيتكلم كواحد قاعد في ماشي، المدرج. هو خلي بالك هو كلامه ما هو خلي واقعي بالك، والله. ما انا عشان انا بحب الزمالك مثلا، انا بحط نفسي مكانه، وانا ولا اعرفه ولا هو يعرفني ولا اي حاجه، بس انا بحس ان هو محروق قوي على الزمالك، فعشان انا نفسي الزمالك يبقى كويس لازم انتقد الزمالك واقول الزمالك وحش ومحتاج يبقى احسن، مش هطلع اقول الزمالك ده اجمد نادي في العالم هو كلامه واقعي والله، انا ما قلتش حاجه. بس انا الكلام ده يطلع من حد من الجمهور، اوكي يا جماعه احنا مركز اول بالنسبه لنا يبقى صعب، فبنحاول ناخد المركز الثاني. لكن ما ينفعش انا كابتن الفريق واللعيبه كلها بتتفرج عليا وعارفيني اقول يا جماعه احنا لو خدنا مركز ثاني النهارده. قصدك ان اللعيبه هتحبط؟ طبعا لا، انا واحد اشجع اللعيبه، لا احنا قد حتى لو كان الموضوع صعب. لما ناخد المركز الثاني نقول احنا عملنا شغل كويس. لكن ما ينفعش تصور. بس دلوقتي انا مش بتكلم على شيكابالا بقى خالص، بقى بتكلم على الاعلام وغيره 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 والنقاد وغيره. ما تصورليش ان الزمالك لو خد مركز ثاني انجاز، عشان لو خدنا مركز ثاني نرضى. لا مش هنرضى، ولا عمرنا ما خدنا مركز ثاني هنرضى. ما ينفعش. انت كده بتصور للناس وبتصور للاداره ان احنا لو خدنا مركز ثاني نطلع نسقف لكم. لا مش هنسقف لكم طبعا، ولا عمرنا نسقف لكم ابدا. حتى اللي حصل في مباراه السوبر دي عشان يعني توفيق ربنا طبعا واجتهاد من عبد الرؤوف في مباراه بيراميدز، ان هو حط توليفه شايفها كانت مثاليه. لو كانت جاهزه كلها انها تلعب مباراه الاهلي كان لازم تبدا، باستثناء عمرو ناصر لما كان ينزل مكان سيف الجزيري. طب امير مرتضى ان هو قال ان لا ده ما حصلش وبتاع. شفت ان امير مرتضى لو كان مدير كرة ساعتها كان ده اصلا ممكن ما يحصلش؟ وشفته كمدير كرة ازاي؟ لان انا بشوفه كمدير كرة قوي قوي، انا بشوف ان هو ناجح. بص هقول لك، هو امير مرتضى في الفتره اللي هو كان موجود فيها حاليا كان ليه سلبياته وليه ايجابياته زي اي حد. اوكي بس انا بشوف ايجابياته اكتر بصراحه. اوكي بس في نقطه سلبيه كانت يعني ايه، بيبقى في جاب بينه وبين اللعيبه كبير جدا. ده اللي انا عرفته برضه، ان في جاب كبير قوي قوي بينه وبين اللعيبه. ده اللي عرفته خالص. ان اتقال ان هو ما بيتعاملش معانا كاخ. انا اتقال لي بقى كده تمام ماشي. حتى في نفس الاطار لما كنا بنخرج مثلا من المباراه وطالعين في الاتوبيس ما كانش بيرضى يركب معانا. تمام، اتقال لي كده بالحرف. اوكي في لعيبه هو بيحبها ولعيبه ما بيبقاش قريب منها. يعني هو بيحب طارق، بيحب ساسي، قريب منهم والكلام ده كله. دي برضو على فكره نقطه سلبيه، تكون قريب من الكل لا. طيب ممكن اوضح حاجه؟ ماشي وكمل. ولكن هو ايجابيات اكيد عنده ايجابيات كتير، زي كابتن عبد الواحد السيد برضو، ما هو عنده ايجابيات كتير برضو في نفس البوزيشن يعني. حلو. طيب ممكن اوضح حاجه؟ نقطه اللعيبه دي غلط، اقول لك انا ليه. انت عارف امير مرتضى اشتغل مدير كره في الزمالك ليه؟ عشان حل موقف وهو بره النادي. هو مش في حاجه، هو بس مجرد بابا رئيس النادي. حمودي ساعتها كان في مشكله ومشكله فلوس، وامير اتدخل ودفع من جيبه وعمل. ما انا برضو على فكره امير كان بيركن العربيه بره عشان اللعيبه تركب في الباركنج، وبيمشي بياخد الزفه بتاعت الناس كلها عشان يعني قصدي ان انا مش ضدك، انا معاك. فانا بس انا بقول لك ان مفيش حد دايما ايجابي. اكيد مفيش 100%. سيد عبد الحفيظ بجلاله قدره اكيد ليه سلبيات، لا واكيد مش اللعيبه كلها عمرها ما هتتفق على شخص. مستحيل. الناس ما اختلفت في كل حاجه في الاديان. بعدين انا واحد من الناس عايز اللي يفيدني يا جماعه ايا كان اسمه ايه بالظبط. بس يعني انت شايف ان هو كان كويس لو موجود دلوقتي يفرق دلوقتي حالا؟ انا بقى رايي في الوقت الحالي رايي ان حد بشخصيه امير مرتضى وعلاقاته يفرق مع الزمالك في الوقت الحالي. لا مش هيفرق. عارف ليه بقى؟ لان الازمه مش في مدير الكوره، الازمه في الاداره. الازمه في الاداره بس. الازمه فوق مش تحت. مدير الكوره هيعمل ايه يعني؟ هيجيب لعيبه هيديها فلوس من جيبه مثلا؟ هيحل ايه؟ هيمنع ان اللعيبه تنزل؟ على فكره في عهد امير مرتضى منصور في لعيبه ما كانتش عارفه تنزل تمرين، ما نزلتش. حقهم. هو على فكره بالمناسبه قال حقه مش هينزلوا. تمام كده. الموضوع كله من فوق. اظبط الدنيا فوق، تحت الموضوع يبقى سهل. انا لو اشتغلت ساعتها مدير كوره هنجح، لان المناخ مهيئ ان انا انجح. الاهلي مثلا بيعين كل 3 ايام مدير كوره ليه؟ يعني بيغير مدير كوره ليه؟ عنده مناخ مناسب. جرب يا باشا، جرب، خد خبرات، طلع كوادر. دي القصه كلها. طب لو هتختار اجمد لعيب في الزمالك اخر 5 سنين، سؤال لولبي ده. سؤال مجرم. أوكي. اخر 5 سنين اختار الاجمد لعيب في الزمالك. انت عايزني اقول زيزو يعني ولا ايه؟ اكيد لا. براحتك. لا مش هقول زيزو. مش هقول زيزو. مين طيب؟ مش هقول زيزو. بص انا بالنسبه لي اللي عمله زيزو
سوري يعني، هو خيانه عظمى لجمهور الزمالك، اقل ما يقال يعني. خيانه عظمى لجمهور الزمالك. عادي انا ممكن اختار سيف جعفر احسن لعيب في 5 سنين، اختار اي لعيب عادي مش فارقه معايا. انا كراجل زملكاوي جدا انا مش فير، ولا هبقى ولا عمري هبقى فير. انا راجل زملكاوي 100% مش 99. يعني ما تجيش تقول لي لا كلمني كوره، هكلمك كوره بس في اطار مصلحه الزمالك. لكن عمري ما يعني انا مثلا انا كملاك خلاص نسيت او خلاص لازم اعمل سكيب للقصه دي او هنسى فكره ان زيزو كان لعيب في الزمالك ابدا ابدا، ولا عمري هفتكره. كان بيتقال اصل التاريخ ما بيتمحيش، لا بيتمحي عادي نمحيه. عارف امام عاشور لما راح الاهلي ده بالنسبه لي افضل صفقه خدها الاهلي، بس هي مش من الزمالك. مع ذلك الراجل طلع في قناه الاهلي انا رحت الزمالك اتحايلت عليهم عشان اروح. تمام، مشكله ان امام يروح بالنسبه لنا الجماهير اوكي، ولكن مش خيانه عظمى انك تروح بالمنظر ده. كمان ما راحش. وبعد بالمناسبه انت كان بيجي لك لما كنت في الزمالك كان بيجي لك عرض اثنين وخميس، اشمعنى لما جالك عرض الاهلي ما كانش فيه عروض تانية؟ انا بسال اهو. لا انا مش هقول لك زيزو، اي حد غير زيزو. اختار حسام عبد المجيد. ماشي، ماله حسام عبد المجيد؟ لعيب كويس والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما واخد حقه. لعيب كويس جدا. انا بشوف انه مش واخد حقه، وبقاله 5 سنين ولا 4 سنين تقريبا مموت نفسه وبيلعب وبيبقى مقصر وبيجيب اجوان. واقول لك على حاجه، وعمري ما شفت له تصريح ولا اعتراض ولا مشكله. والله العظيم. انت بتحبوش؟ عظيم. انا ايه؟ بتحبوش؟ لا اكيد ككوره، بتكلم ككوره. ككوره لعيب كويس جدا طبعا، بس لما يجدد احبه اكتر. لما يجدد انا مصلحه الزمالك عندي اهم من اي لعيب، مش فارق معايا بقى هو مين ولا اسمه ايه، عايز يمشي يتفضل عادي كده مع الزمالك. والله بجد بص خد حقك ما تساومنيش، ما تقوليش دراعي اطلع يا باشا. هي مش كلها بتنزل بيانات، بتنزل يا باشا اقول انا دلوقتي بطلب حقي، بطلب رقم مثلا معقول والزمالك مش عايز يديني حقي، خلاص بقى سيب جمهور الزمالك لاداره الزمالك. لكن بقى لو يدرع بقى اصل انا عندي عرضي مش عارف ايه، طب ما تستناش بقى لحد اخر سنه، عايز تمشي مش دلوقتي. السلام هو او غيره. انا خايف عليك لو جه الاهلي. طب بقول لك انا عايز اخدك لحته بعد صفقه امام بالمناسبه معلش، بعد صفقه امام خلاص مش فارق لي، وزيزو بالذات كمان. امام ده كان من اقرب الناس ليا، من اقرب صحابي وعارف الراجل ده قد ايه زملكاوي جدا وبيموت في حاجه اسمها اكتر مني. انا عارف انت عارف انا زملكاوي قد ايه صح؟ هو اكتر مني ب 30 40 مرة. هموت من الضحك لو خلصنا الحلقه وتعاقدت انت في قناه الاهلي وبقيت قاعد الاهلي ده احسن نادي في الدنيا. والله العظيم هموت من الضحك والله العظيم. كنت عملتها من زمان. طب بقول لك ايه، عايز اخدك بقى لحته تانية بره القصه دي خالص. انا شفت المناظره بتاعتك انت وشادي حبشي مع ابراهيم فايق، كانت قويه جدا، مع ان انا ضد ده قوي، لان كده كده مهما انت كنت جامد او شادي جامد كده كده هيطلع حاجات سلبيه سواء من الطرف ده او من الجمهور ده او الجمهور ده. كده كده ده هيتسلخ وده هيتسلخ، ما فيهاش. حتى لو انت قلت كلام 100 100 وهو قال كلام 100 100. فانت شفت المناظره دي ازاي، وايه رد فعلك على الكلام اللي كان على السوشيال ميديا على رياكشنات شادي دونجا وطالع يعمل ملاك دونجا مع شادي حبشي ومش عارف ايه، هو بس كان طالع يعمل رياكشن وكده؟ شفت القصه دي ازاي وايه كان رد فعلك يعني؟ خلينا ناخدها جزء جزء براحتك. اول حاجه انا كنت مبسوط ان انا كنت موجود مع شادي حد مثقف جدا. ابراهيم فايق جميل. طبعا جميل. طبعا ابراهيم فايق اي حد بيطلع معاه بيضيف له بالمناسبه يعني طبعا بيضيف كتير. فانا كنت مبسوط ان انا كنت مع شادي، والحلقه دي كانت مع شادي حد مثقف كرويا ومحترم جدا وحد محترم جدا وانا بحبه، بس ليه عتاب عليه كبير شويه. انا بعد الحلقه على طول دايما جمهور الاهلي هيشوف ان الاهلاوي اللي كان موجود هو اللي نجح، والعكس جمهور الزمالك هيشوف ان الزمالك ان ملاك بهدل شادي. اوكي، من بعد حلقتي بساعه نزلت بوست وقلت يا جماعه بعد اذنكم بطلب منكم محدش يغلط ولا يجيب سيره شادي في اي حاجه، كانت مناقشه كرويه وخلصت. اذا فدي نقطه كويسه انا بدات بيها. اللي زعلني من شادي ان مع اول بوست نزل ليا في اساءه ليا كان داخل يعمل رياكت عليه، والدنيا دي زعلتني من شادي جدا. كان لازم بصراحه اقولها لان انا اتضايقت قوي من القصه دي. احنا المفروض احنا يعني ما كانش ينفع ان ده يحصل. بقى موضوع المناظره كل واحد فيها بيعرض وجهه نظره. شادي كان كويس وانا كنت كويس، مش شرط حد فينا يخلص على التاني في الحوار على فكره بالمناسبه. لا هو دي كوره عمرها ما هتخلص. انا بقول وجهه نظري، هو بيقول وجهه نظره. جمهور الزمالك شايف ان انا منتصر، جمهور الاهلي شايف ان هو منتصر. تعالى بقى الموضوع الرياكشنات ده، انت سبت كلامي ومسك في الرياكشن ليه؟ ما ترد على كلامي عادي يعني. انا دلوقتي قلت مثلا كذا كذا وكذا، قلت كذا نقطه، اطلع ورد على النقط عادي. هي دي كوره يا جماعه. لكن تمسك مثلا اصل ده شفت الرياكشن بتاعه. انا دلوقتي لو رجعت الكاميرا اللي انت بتصور منها دلوقتي هلاقي ليك 200 رياكشن صح؟ لو رجعت اي حد بيتكلم هيلاقي لي 400 رياكشن. ماشي عادي جدا، الموضوع عادي. موضوع الرياكشن ده انا نقطتي كلها انت سايب
لغه الحوار او الحوار اللي داير. نزل بوست وقول لا انت كنت غلط على فكره. في شخص اهلاوي تقريبا بس مش متذكر اسمه، نزل بوست وقال لا يا ملاك انت قلت كذا، لا هي المفروض كذا وكذا، واهلاوي. دخلت قلت له انا معاك جدا وبمنتهى الاحترام، وكلمه بمنتهى الاحترام، وتناقشنا الموضوع عادي جدا. لكن ينفع انا وقت خلاص موضوع الرياكشن، انت حتى في موضوع عفيفي سابوا عفيفي والمناظره قال لك ده عمال يشرب في ميه. طب ايه المره الجايه نطلع بخل يا جماعه في ايه؟ ما يشرب ميه. قال لك اصل هو من كتر العرق. يا جماعه انتوا بتهرجوا، انتوا بتفننوا. واصل رياكشنات ملاك دونجا يعني مالها رياكشناتي؟ هنزل لك كل يوم 30 رياكشن براحتك يا نجم، اعمل اللي انت عايزه. انا موضوع الرياكشن ده ما ضايقنيش ولا هزني ولا هيضايقني حتى بعدين. كان يضايقني حاجه واحده بس، دي كوره صح؟ دي مناقشه كرويه. حتى لو انا طلعت منتصر او طلعت مغلوب مالكش حق ان اجيب سيره اهلي، سيرتي او سيره اهلي ما ينفعش. ده كده تمام. لكن لا، ده انا كنت بصحى كل يوم على كلام قذر جدا. وعلى فكره يعني خليني اقول لك ان ده عيب. ما ينفعش. بص الغلط غلط تمام اوكي، ما فيهوش ولا لا. لكن بقى انت فاكر انك انت مثلا هترهبني بكام شتيمه؟ لا عادي. انا قلت لو طلعت مع ابراهيم فايق تاني اعمل نفس القصه، تعمل نفس الرياكشن. مش هتعرف، هي بتبقى حاجه تلقائيه. لا اصل بص هو ده بيعمل ايه بقى؟ هو بيعمل ايه؟ بيرهبك عشان لما تطلع تاني تقعد مؤدب. حاضر نعم وتعمل. لا انا مش هعمل كده. انا معروف عني ان انا زملكاوي جدا، ما عنديش حته المحايده. والله لو حصل ايه مش هعرف احايد، ولو هعرف احايد انا كنت في مكان تاني خالص. والله العظيم انا لو هعرف ابقى محايد كنت ابقى في مكان تاني خالص. في مع احترامي يعني في ناس عندها مثلا والله العظيم مش حاجه والله، يعني انا بشوف نفسي انا لسه ولا حاجه اوكي كده. في ناس مثلا ممكن يبقى عندها ربع الارقام اللي عندي بس في حته تانية خالص، على قنوات كبيره دايما بشكل دايم. ليه؟ محايدين. يا جماعه انا ما بعرفش. بص طالما انت ما بتغلطش يعني عادي ان انا اقول انا بحب الزمالك اكتر. انا دي وجهه نظري، بحب الزمالك اكتر، شايف الزمالك احسن، اللعيب الفلاني احسن من اللعيب الفلاني، اللعيب الفلاني مش جامد قوي. طالما انت مش بتغلط، مش بتمس شخص بكده، حقك تقول كل حاجه. انا حر يا عم، انا بحب شايف عمرو سماك احسن من ميسي، انا حر. انت اكيد مثلا اتفرجت على اجزاء من الحلقه، مش هقول لك الحلقه كلها اوكي ماشي. انا طلع مني غلط خالص ولا انت ولا هو ولا انت ولا هو. لا اوكي عشان بس الناس اللي ماسكه فيا انا اسات الحد خالص. طيب اوكي هتيجي مثلا تسالني سؤال مهم بقى، هل انت مقتنع بالكلام اللي انت قلته وراجع بيجي الزمن هتقوله تاني؟ هقول اكتر منه. انا ما خدتش كمان وقتي كامل اللي انا كنت عايز اقوله. انا كنت شايف كل شويه تقول لابراهيم اديني بس دقيقه كمان، اديني بس دقيقتين كمان. لكن انت بقى تيجي تقول لي رياكشن. يا جماعه عيب يا جماعه رياكشن. انا كمان بعدها نزلت صوره قلت لهم خدوا الرياكشن ده كمان حطوه مع الالبوم اللي عندكم. يا جماعه ما يفرقش معايا، اعمل اللي انت عايزه، احنا بنهزر بنضحك الدنيا تمام حلوه. لكن تدخل في اهلي عادي براحتك. على فكره بالمناسبه انا اول مره هقولها يعني عندك انت يعني، انا في 2 شخصين انا مقدم فيهم بلاغ في مباحث الانترنت وما نزلتش عندي ولا نزلت بوستاتهم ولا اكونتاتهم الا لما يتم اخذ الاجراء زي ما بيقولوا كده، ان هم يكونوا بيتحاسبوا بيتحاكموا. ساعتها هنزل الشخص الفلاني دول دلوقتي في المكان الفلاني عشان هم نزلوا وانا واخد البوستات والدنيا تمام. شخصين عشان هم دخلوا في اعراض ما ينفعش ان هم يعملوها وكلام قذر. ده كلام كوره. فكره انك دخلني في النقطه دي انت حر. انا ما ردتش، عارف انا ولا ردت على كومنت ولا بوست. لا ما تردش، ما هي دي ضريبه. بص اللي احنا فيه ده، ما احنا وارد واحنا بنتكلم دلوقتي في الحلقه هتلاقي ناس داخله ممكن يشتمني من غير سبب. انا بتشتم يعني عادي، ده طبيعي. تشتم وتغلط في الاهلي عشان خاطر كوره؟ لا ده غلط. كوره؟ لا غلط دي كوره اوكي. بس انا اللي انا عايز اوصله ان والله العظيم اللي حصل ده ما فرق معايا باي حاجه خالص. اعملوا تاني. انتوا جيتوا مع شخص بارد جدا بقى في النقطه دي. مفيش معايا، اعملوا انتوا عايزينه. لا بص الغلط ما حدش هيتفق عليه كده ايا كان مين من اصغر واحد لاكبر واحد في البلد. بس انا بقول لك الغلط والشتيمه ما حدش. انا بقول لك هو مع اول اخذ الاجراء زي ما بيقولوا والناس تشوف فعلا ان انا فعلا اخدت اجراء، هبدا بعد كده لا مش هينفع ان انا اخد حق قانونيا. دي احسن حاجه كده احسن حاجه. الحاجات دي تاخد حق. لكن لا انا مش ندمان على الرياكشن وهعمله تاني عادي. تحب اعمله دلوقتي؟ طب سؤال، انت في حد معين من المحللين بتحب تتفرج عليه ولا بتشوف لا في ناس كتير بحب اتفرج عليها. يعني في حد بتحبه وحد بتحس ان هو يعني انا بالنسبه لي احمد عز بحبه جدا طبعا. بحب جدا عفيفي طبعا. انا بحب عفيفي في اوروبا اكتر. ما مش هيعجبك انت في مصر. انا لا خالص، هو بيفهم جدا بس انا بحب اتفرج عليه في حاجات اوروبا والكلام ده بيعجبني. بحب من هم اكتر 2 بحبهم هو احمد عز
وعفيفي بقتنع بكلامه جدا وبحس ان كلامه واقعي بشكل كبير. طب انا عايز اسالك سؤال لولبي بتاع برامج كده. دي انا بحب الاسئله. بتحب انت الاسئله اللي بتبقى كده دي؟ جدا جدا. انت بالنسبه لك لو انت هتختار احسن لعيب، يعني انت كملاك اهو دلوقتي قالوا لك ملاك اختار احسن لعيب في تاريخ مصر، تختار شيكابالا ولا ابو تريكه؟ طب اديني فرصه اسال. لا شيكابالا عن ابو تريكه. شيكابالا عن ابو تريكه. مش بقول احرف. أوكي. انا بقول هختار. انت قصدك احسن يعني افضل. ما هو احرف محمود عبد الحكيم احرف محمود عبد الحكيم احرف من الاثنين. انت معلش فهمت سؤال. انت قصدك افضل افضل صح؟ هاخد احسن برضو. لا اختلف معاك فيها دي بصراحه. هقول لك انا ليه شيكابالا. انا بقى كواحد اهلاوي بقول لك لعيب جامد جدا وظلم نفسه واتظلم. الاثنين ظلم نفسه واتظلم وكواليتي ممكن يكون من اعلى الكواليتي لعيبه اللي انا شفتها في حياتي في تاريخ مصر. الحريفه مش حريفه بس على فكره. هو شيكابالا مظلوم في حته الحريفه. حريفه ايه؟ ده لعيب بياخد الكره بيجري بيها 30 40 متر، واحنا عندنا في مصر اللعيبه ما بتعرفش تجري بالكره 5 متر اصلا. الفينش عنده ممتاز، فينش وشويط وسريع وبيعمل كل حاجه في الكره ممكن تتخيلها. لكن انا لو هختار لعيب يبقى احسن لعيب في تاريخ مصر، هختار اللعيب اللي كان مؤثر جدا مع النادي بتاعه، كان عنده استمراريه رهيبه، كان مؤثر مع المنتخب بشكل حاسم جدا، كان مؤثر في الماتشات الكبيره كلها، فاهم؟ ما كانش ليه مثلا اي حاجه. يعني انا نقطه شيكابالا مثلا اللي بحس انها جمهور الاهلي بياخدها عليه، سيبك مني حتى، سيبك من رايي انا، فاهم؟ جمهور الاهلي بياخدها عليه ان هو طب ما انت مضيت في الاهلي، فاهم قصدي؟ فانا بحس ان كل الحاجات دي تخليني وانا بختار احسن لعيب في تاريخ مصر لا احط ابو تريكه. اصل دلوقتي برضو اديتني مقارنه ما بين شخصين. حلو. انت كان ممكن تيجي تسالني تقول لي مين افضل لاعب او اللاعب المفضل بالنسبه لك؟ لا دي انت حريه شخصيه. لا ساعتها انا مثلا كنت اقول لك محمد عبد الشافي، ده افضل لعيب انا حبيته في حياتي، ده طبعا لعيب كبير. لكن هتحط لي مقارنه ما بين محمد ابو تريكه وشيكابالا، بالمناسبه لو شيكابالا افضل الاهلاويه كلهم يقولوا محمد ابو تريكه. مش شرط انا واحد من الناس انا شايف ان ممكن يكون عقليه شيكابالا ظلمته شويه، انا معاك في دي، ولكن شيكابالا لا كان مؤثر معايا كتير جدا في مواسم كتير جدا في الزمالك. في مواسم كتير جدا الزمالك كان تحت خالص. موسم 2011 مثلا كنت هتاخده فيه الدوري، كان هو حسين ياسر واحمد جعفر، كنت اتفرج على الزمالك عشان خاطر شيكابالا. بالظبط. شيكابالا كان مؤثر بفرقتي، فما تجيش انك تحاول تقنعني بان ابو تريكه. لا انا عندي شيكابالا اكيد افضل. مصمم. طبعا ده انا مفيش خلاف، ده انا لازم اكيد ابقى مصمم. هي وجهات نظر يعني. اكيد طبعا. طب انت لو شيكابالا وزيزو ككوره، سيبك من زيزو راح الاهلي. لا انت هتقارن بجد؟ انا بقارن عادي. لا انت تقارن ازاي؟ انت عارف بسالك السؤال ده ليه؟ عشان انا اقول لك ان بالنسبه لي اكيد شيكابالا احسن. اوكي والله العظيم ان انا اهو يا عم اهلاوي، ما هو ده اللي انا عايز اوصله لك. عشان لسه جالك جديد لسه بقى. والله العظيم ابدا ككوره اكيد شيكابالا وزيزو، اكيد شيكابالا اعلى من زيزو. طب زيزو ولا امام عاشور؟ امام طبعا. هاخد انا بقى دور المقدم. براحتك. زيزو ولا امام عاشور؟ بالنسبه لي انا مفيش مقارنه اصلا. فين بقى ايه الافضل؟ امام عاشور طبعا. امام عاشور اجمد لعيب. انا عايز اقول لك على حاجه. طب انت كنت مع صفقته الاهلي؟ امام؟ طبعا مع صفقته طبعا. بص انا اقول لك على حاجه، لكن موضوع المبادئ ده احنا نركنه على جنب. سيبك من المبادئ. مفيش لعيبه كوره في مصر دلوقتي عندها مبادئ. لا انا مش بتكلم على لعيبه الكوره، بتكلم على الانديه. على الانديه مبدا ان هو شتم الاهلي يعني مثلا. اصل بص انا هقول لك على حاجه، انا ببص في الحاجات وجهه نظري انا الشخصيه، انا دايما ببص للحاجات دي كتكنيكاليتيز ككوره. انا كابيلو يعني يبقى ابعد عن قصه المبادئ دي شوية. ما هقول لك على حاجه، شوية. انا برضو مع حته ان المبادئ عمرها ما هتتطبق 100% في اي مكان في الدنيا. بص العدل والكلام ده بيبقى عند ربنا بس هو اللي 100%. طبعا احنا كلنا بشر يعني. انا ممكن ابقى حاطط مبدا هنا او كونسبت كلنا شغالين عليه وهقلش في حاجه غصب عني، عمري ما هعامل الناس دي كلها بنفس الدرجه. ممكن اقصر مع حد لان في الاخر بني ادم، فاهم؟ فانا ببص لها من ناحيه كوره. انا امام وهو في الزمالك، واجيب لك بوستات عندي قديمه بتواريخ قديمه جدا كنت بكتب ده اجمد لعيب في مصر، كنت بتخانق مع اصحابي اقول لهم ده اجمد لعيب في مصر. انا مش مختلف معاك. في الزمالك انا مش مختلف معاك، ولكن انا كنت بكلمك في نقطه ان هو شتم المبادئ والكلام ده كله. دي اصل انا اقول لك على حاجه، اللي جوه المطبخ قوي بيبقى عارف ان لعيبه الزمالك بتشتم في الاهلي ولعيبه الاهلي بتشتم في الزمالك ولعيبه الاهلي بتشتم في الاهلي يعني. فاهم ايه؟ ده على مرأى ومسمع يعني. على مرأى ومسمع. بس انا من وجهه نظر انا بشوفها ان حقك على فكره، حقك تشوف اللعيب اللي هيفيدك فنيا. انا بتكلم ولكن فنيا، ولكن ما تجيش طبق عليا فكره ان انا النادي اللي عندي مبدا وانت لا. يبقى احنا الاثنين عندنا مصلحتنا اولا، صح؟ كل انديه العالم عندها مصلحتها اولا. يبقى ما تجيش تفرض عليا ان انت راجل عندك مبدا وانا لا. بس هي ما بتتقاسش كده، بتتقاس في حاجات معينه تانية. زي ما انت قلت ايه،
لو انت مثلا بيجاملوا الاهلي سوري بيجاملوا الزمالك، ممكن يجامل الزمالك في ماتش تحصيل حاصل. تمام. هي الاهلي مثلا المقارنه، ما انا بقول لك ما فيش حاجه بتبقى 100%، يعني ممكن الاهلي يبقى في قصه المبادئ، الاهلي والزمالك مثلا الاهلي عنده المبادئ واصله ل 70%، في 30% مثلا بيخيشوا مثلا، انا بقول مثلا بدي مثال نسبي، نسبه كبيره برضو. انا بقول مثلا 80%، في 20% مخيشين، ممكن يبقى امام من ال 20%. لا انا عندي النسبه الكبيره، الزمالك ممكن يبقى نسبه المبادئ مثلا اقل من 50%، فهي بتتقاس كده، لكن مستحيل اقول لك الاهلي عنده المبادئ 100%. المبادئ دي بتتقاس ازاي؟ وانا مثلا عندي لعيب ناشئ بيهرب وبرجعه زي عبد القادر، وانا عندي مدير فني بيسيبني وبيهرب وبرجعه زي كابتن حسام البدري، وانا عندي لعيب قيس قدامها ابراهيم سعيد. لا ابراهيم سعيد كان اجمد لعيب في تاريخ مصر، ده كلام عظيم جدا، مشي الحضري هرب لا مرجعش. انا واحد من الناس شايف ان ما دام انا ماشي على مبدأ معين ما يتغيرش، والا تقول لي انا هفيد نفسي، انا اهم حاجه عندي الاستفاده الفنيه. ما انت كده رجعت لنقطتي ان المبادئ برسنتج عمرها ما هتوصل 100%، بس عند الاهلي هو ده بقى اللي انا بقوله لك، اعلى من الزمالك. عايز تقيسها بقى من 10 من 100 من 500، يعني عايز تقيسها هنا 8 من 10 وهنا 6 من 10. ممكن اعرف ليه هنا 6 من 10 وهنا 8 من 10؟ ما هي ليه دي بتاعتهم هم مش بتاعتنا. لا في الزمالك ليه يعني ليه استنى الزمالك اقل؟ لا على حاجات كتير، زي يعني مثلا قصه شيكابالا دي مرعبه بالنسبه لي. اللي هي ايه؟ اللي هو راح الاهلي، مضى في الاهلي، راح الاهلي ليه يعني جمال حمزه مضى في الاهلي. طب ماشي، ما انت عندك لعيبه كتير جدا كان جاي من الاسماعيلي وراح الزمالك وانت خدتها. لا بس ما لعبش في الزمالك، قفلت عليها محل وكلام غريب جدا بيحصل في الافلام بس تقريبا. ما لعبش في الزمالك. لا ما لعبش في الزمالك. هو طيب. شيكابالا لعب في الاهلي؟ لا ده مضى ونزل التمرين. انت دلوقتي نزل انت قلت لي جمله مهمه. ايوه بس ما نزلوش التمرين، كانوا رايحين من الاسماعيلي الزمالك والاهلي خطفهم. ده بيحصل في كل حته في الدنيا طبعا. لا الاهلي في الخطف ما بيهزرش. ده عشان خطفت زيزو من قلب 100 لا انت عقده خلصان يعني فاهم؟ مبروك عليك. ماشي. طب بس خلينا مع بعض الفتره الجايه نشوف بس هيبقى عنده الاستمراريه ولا لا. طيب اخر سؤال بقى انا عايز اروح لك كده، يعني لعبه كده فاهم، او حاجه كده من اللي هو ايه الناس بتحبها تحب تسمع كده. عايز اقول لك مثلا اسامي لعيبه من الاهلي ومن الزمالك، قول لي ده بالنسبه لك اسطوره ولا لعيب جامد؟ اوكي. يعني اسطوره في نادي اكبر يعني. اسطوره ده زي مثلا ابو تريكه في الاهلي اسطوره، لكن فلان لا لعيب جامد مش اسطوره كده. هتكلم بمنظور المشجع الزملكاوي ولا منظور مشجع الزملكاوي؟ وبالنسبه لبتوع الاهلي كمشجع زملكاوي برضه، ما انت ممكن تبقى شايف لعيب في الاهلي اسطوره، ممكن تبقى شايفه مش اسطوره. ماشي صح كده. طيب عظيم. مثلا خلينا نبدا بعمر جابر، شايفه اسطوره ولا لعيب جامد؟ لعيب كويس، لعيب جامد. مش اسطوره لا. رغم ان هو ابن النادي ابن النادي عادي، سابنا ومشي قبل كده عادي. انا بحكم على المستوى الفني وعلى ان كلمه اسطوره دي قد ايه تعب عشان خاطر النادي وغيره، بس هو لعيب جامد، اكيد لعيب جامد. بص هو عمر عشان برضو كده عارفه، انا بحبه من الاحترام كله والله والادب بس انت دلوقتي عايزني وكل حاجه. عايزني اقول اسطوره؟ لا عادي انت بتقول راي كوره. لا هو لعيب جامد مفيش مشكله. طيب محمد ابراهيم لعيب جامد. عبد الشافي ده لو في حاجه اكبر من اسطوره، في لقب اكبر من اسطوره، اسطوره حلو يبقى اسطوره طبعا. اسطوره. شيكابالا اسطوره. ابو تريكه لعيب جامد. ما تهزرش بقى والله. ابو تريكه مش اسطوره في الاهلي؟ لا لعيب جامد. انا شايف ان في لعيبه اكبر. ما تهزرش في لعيبه بجد اجمد عادي. قناعات. انت عايز تاثر على رايي ليه؟ مش عايز اثر على رايك. لعيب جامد. هو لعيب جامد دي كلمه قليله؟ لا خلاص اوكي لعيب جامد جدا. ماشي. بركات اسطوره. بركات اسطوره وابو تريكه مش اسطوره؟ هي مش قناعات. انا راجل شايف كده. متعب اسطوره. حسام غالي اسطوره طبعا. اسطوره. وائل جمعه لعيب جامد. حضري اسطوره. ده لو الحضري مش اسطوره يبقى مين الاسطوره؟ طبعا اسطوره. الشناوي لا لعيب جامد. مش اسطوره الشناوي؟ لا ما يقارنش بالحضري تماما. طيب مثلا خلينا نقول مثلا الونش لعيب جامد. انت على فكره بس انا سيبك من الونش، انت محيرني قوي في حته ابو تريكه دي بصراحه بجد والله العظيم محيرني قوي. ازاي ابو تريكه مش اسطوره؟ برضه اقول لك يا قناعات براحتي، يعني انا شايف ان هو مش اسطوره، شايف ان هو لعيب جامد جدا جدا. بص الاسطوره دي بتنطبق على حاجات كتير جدا، اولها العلاقه اللي بينه وبين جماهير الانديه كلها. ماشي. مثلا انا فاكر لقطه لمحمد ابو تريكه، انا كزملكاوي مزعلاني. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو اول ما جاب جون في الزمالك قال لجمهور الزمالك هس في افريقيا. يا عم سخونيه ملعب عادي يعني، ما قالش ادبه يعني. دلوقتي انا لما قلت عمل كده ماشي اوكي، انا لما قلت اسطوره هتيجي تقول لي ما انت قلت على شيكابالا اسطوره بيعمل ايه مع جمهور الاهلي صح؟ بس الفرق ان الجمهور الاهلي كان بيشتمه لكن جمهور الزمالك ما كانش بيشتم ابو تريكه. بس انا ما بحسش ان جمهور الزمالك ما بيحبش ابو تريكه، ما فيش حد في مصر ما بيحبش ابو تريكه.
انا ما قلتش ان انا لشخصه قبل انا ما قلتش ان انا ما بحبوش. اوكي، انا دلوقتي انت بتقول لي اسطوره ولا لعيب جامد، فانا بقول لك بالمواقف. انا ده الموقف زعلني مثلا. طب بره المواقف ككوره، اسطوره ولا لعيب جامد؟ لعيب جامد برضو. لازم اختم معاك. لازم اختم الحلقه. هنقفل الحلقه. لازم اختم الحلقه. انا بحب ابو تريكه قوي بصراحه. والله انا برضو انا ما بحب، انا يعني انا بكرهه. انا ما بكرهوش عادي. ما هو مثلا محمد الشناوي انت ممكن تشوفه اسطوره، انا شايفه لعيب جامد لان هو ما وصلش يعني للحضري مثلا، ولا قوه الحضري ولا عز الحضري. هتيجي مثلا تقول لي مين من عبد الواحد السيد مثلا، هقول لك لعيب جامد مش اسطوره مثلا. طب ممكن اقول شيكابالا اسطوره ولا لا؟ وجهه نظر انا. انا اتفضل قول. اسطوره طبعا. اوكي كويس قوي، يعني احنا متفقين على حد اهو. اهلاوي ماشي. ما وانا زملكاوي. طب ما انا زملكاوي قلت على بركات وحسام غالي اساطير. ومتعب ليه بقى؟ لان هم في الملعب كانوا اساطير فعلا، وبره الملعب ما وجهوش اي اساءه لاي حد. على فكره انا بحترم اللعيب ده جدا. انا بحترم جدا جدا محمد الشناوي. انا مثلا مؤخرا، انا بص في علاقه اخويه بيني وبين حسين الشحات بالمناسبه يعني. انا مؤخرا بحترم حسين الشحات جدا في الملعب، ولكن الكام حركه بتوع المرات اللي فاتت والحركه بتاعت امبارح اللي هو فاهمه مش لازم. انت لعيب محترم. انا والله العظيم زملكاوي بقول لك. انا يعني حسين الشحات على المستوى الشخصي انا عارف ان هو محترم جدا جدا جدا، بس التصرفات الاخيره دي انا بالنسبه لي غريبه جدا. على علامه استفهام ليه حسين كده؟ حد محترم جدا بجد وفي منطقته كلها بتشهد له بالاحترام. انا بس بستغربه مليون علامه استفهام. ليه يا حبيبي كده؟ دي مثلا انت مش عاملها البزيره، اوكي مفيش مشكله. وفاموس امبارح دي ليه برضه؟ من امتى وانت بتقولها؟ لا بس فاموس دي عادي يعني. خلاص اوكي اللي انت شايف عادي. يعني فاموس دي لا انا معاك يعني. انا محتاج حد يبرر له لان انا بحبه. لا والله بتكلم بجد. بس فاموس دي عادي. مصر كلها بتقول فاموس ده لعيبه الدوري. كل ما لعيب يجيب جون يقوم عامل فاموس ورونالدو. يا سلام. طب بقول لك ايه، اخر مره او اول مره او اي مره قال حسين الشحات فاموس دي امتى؟ لا انا ما اعرفش. انا مش هبص على بقه يعني. اشمعنى امبارح لما فرحان زياده؟ لا يعني هو لما بياخد افريقيا وبيطلع كاس عالم للانديه بيكون فرحان عشان كسبان سوبر من نادي كبير جدا زي نادي الزمالك. لما خد دوري الابطال من نادي الزمالك يعني مش عارف بس اصل حاسس كلمه فاموس دي. لا هي باينه بس مش مشكله. ماشي بس هي باينه. ماشي مالك والله. ما تزعلش بس من لا انا مش زعلان. انا ازعل ليه وانا ابن خالد حسين؟ انا عادي. لا بقول لك ما تزعلش من اختياري في موضوع ابو تريكه. لا خالص. رايك الشخصي يعني. بس هو كلاعب هو لعيب جامد جدا جدا جدا. بس معلش انا اللقطه دي مزعلاني بس مش اكتر. تمام. لا يا عم عادي براحتك. بص ملاك انا والله اتبسطت جدا معاك في الكلام وحتى لو احنا كنا عكس بعض دي حلاوه الكوره اصلا. دي متعه الكوره يعني. انا مستمتع عادي. ما انا مش انت هتقعد تقول لي كده واقول لك وانا اقول لك تقول لي بالعكس. ده حلاوه الكوره في اختلاف وجهات النظر واكيد بنتناقش يعني. فانا مبسوط بجد وان شاء الله باذن الله يبقى بينا حلقات تانية كتير وممكن تيجي تاني معايا كتير نقعد نتكلم في الكوره لحد الصبح. الكلام معاك ممتع يعني. ربنا يخليك يا رب. انا مبسوط ان انا معاك وانت حد ناجح جدا وحد يعني بيقدر فعلا يطلع كل حاجه من الشخص اللي قدامه. انا اكيد بتمنى لك التوفيق وانا متوقع لك النجاح الكبير جدا جدا الفتره الجايه. وانا برضو يعني عشان الكلام ده هيبقى مسجل. انا واحد من الناس متوقع انك تبقى رقم 1 في مجالك باذن الله. الموضوع كله مساله وقت وبقى ان شاء الله نتحاسب بعدين. حبيبي والله العظيم ده كلام يبسط جدا. انا بقى زي لعيبه الكوره بالظبط عايزك بقى تمضي لي على التيشيرت. يلا بينا عشان لحظه حلوه كده نوثقها ان انت كنت معانا. يلا بينا اوكي.